مدام سماح من زفتة. الحمد لله انا كنت 175 كيلو ودلوقتي وصلت ل 105 على ايد الدكتور محمود. هو دكتور شاطر جدا، وناس زباين عندي كانوا وصفوا لي المكان وانا رحت وتابعت معاه. وهو كفايه الواحد ما بيكون مخنوق في حاجه هو بيخرجه من اللي هو فيه، وقدر يوصلني لكده. انا كنت تعبانه جدا ولا كنت بعرف انام ولا اقعد. الحمد لله يعني بفضل الله ثم الدكتور محمود ما كنتش بعرف انام، ما كنتش بعرف امشي. كنت حتى لو انا عايز اي طلب ما بعرفش اخرج اجيبه، على طول جسمي تقيل ومش قادر. فالحمد لله بفضل الله يعني والدكتور. وبجد بجد يعني احنا بندعي والله بكل صلاه اللي هو ربنا يبارك له، واللي هو بيبقى مع الناس كده اللي هو بيوصلها لكده، وربنا يقف جنبه يا رب ويسترها معاه. انا خسيت في فتره صغيره، بقى كل ما يلاقيني مخنوقه ومتضايقه يقول استحملي عشان انت اكتر واحده تتعبي، فانت هدي كل حاجه وسيبها على الله وحاولي استمري، وان شاء الله ربنا يعوض صبر خير وتوصلي للي انت عايزاه. هو دكتور محترم ومع ربنا وربنا يبارك له يا رب. لا بنصحه اللي هو يروح فورا، وانا فعلا ببعت له ناس كتير ما ببخلش يعني. كل اللي يشوفني اصلا فكر ان انا عملت تكميم وبيحلف، واقول له لا والله مش هو الدكتور محمود. يقول لي مش معقول اوصلك في الوقت القصير ده لكل ده. فالحمد لله ابدأوا وسيبوه على الله، قولوا يا رب وان شاء الله معاها تنجح.